انت معظم الوقت عم بتغني تجارب شخصية باغانيك، صح؟ ايه، وفي شيء مؤخرا صار يلي هو اذا بدك شيء ما بعرف اذا نفسي او بس انه الحالة الصخب الفني اللي عشته خلاني لما عم بتخيل شيء او هاجس معين او خوف معين استشعره لدرجة بقدر احسه واكتبه. اوف. يعني انا اذا بخاف انترك بكون انا مثلا او رفيقي ما خانني، رفيقي معي، بس انا فكرت بهذا الهاجس انه رفيقي خانني وتركني، وبتلاقيني رحت قد ما استشعرت بالشعور وخفت من الفكره كتبت غنيه ولحنتها واديتها باحساس وبعده رفيقي هون. فهمت شو قصدي؟ فكمان في شق من الالبوم هو هواجسي او المخاوف اللي انا بخاف منها. شو كان اصعب هاجس عندك او من هالمخاوف اللي انت كتبتها بالالبوم؟ اصعب هاجس عندي انا كثير حدا حساس اتجاه فكره الخيانه، فكره قله الوفا، فكره بترعبني. عانيت منها قبل وبعدك حساس منها ولا خايف انك تعاني منها؟ حدا مثلي عانى منها كل حياته، فكرة قلة الوفا. ابتداء من كل شيء، من الإنسان اللي ترك بيته ترك بلده ترك كل شيء، متعود يترك أو ينترك يترك أو ينترك، فما في وفا للأشياء، ما في وفا للأماكن، ما في انتماءات واضحة اتجاه الأشياء. ففكرة قلة الوفا مع الوقت والتراكمات صارت رعب، صارت هاجس، خوف، بطلت شيء مقلق انه احنا ما بدنا نعيشه. فدائما بترجم هذا النوع من المخاوف، وكثير ناس من الجمهور بتفكر انه انا بغني اشياء عشتها، عمري 23 سنه ما عشت 17,000 انت خيانه. عم بتحط مشاعر لسه حتى خايف تعيشها خايف اعيشها. يعني. كتير كلام مؤثر، كتير شام، يمكن هيدا اللي مخلي عندك هالطاقة الفنية. قديش انت بتحس بالامور، هيدا مخلي عندك طاقة فنية.